بيبدأ فيلمنا في معرض خاص بأفلام وممثلين هوليوود، والمرشدة بتفرج الناس والأطفال على الشخصيات اللي موجودة في المعرض لحد ما جت عند اللحظة المنتظرة وقدمت لهم اللي من غيرهم ما كانش هيبقى فيه هوليوود. جيمس وهنري أبطال فيلمنا النهاردة، لكن المرشدة اكتشفت إن هما ما يعرفوش أصلا مين دول، فقعدتهم علشان تحكي لهم القصة، وبتحكي وتقول إن المينيونز لفوا كوكبنا كله يدوروا عن شرير مثالي علشان يخدموه، ومن بينهم كان بطلنا جيمس المميز. كان بيحب الرسم والألوان ويحب يخترع قصص، لكن قابلته ما كانوش مهتمين غير بإنهم يلاقوا بيج بوس زي ما بيقولوا، لحد ما لقوا العملاق اللي مستوفي كل الشروط، شرير قوي طاغي نديله 10 من 10. وعشان يوروه مدى اهتمامهم عملوا عشانه كل حاجة، لحد ما جه اليوم اللي جيمس حط فيه على الشرير بس بالغلط، حط عليه عن طريق حجارة قوية وصلبة. الشرير داس عليها وحرفيا اتبهدل، والله العظيم أحسن. في اليوم ده اتنفوا من الجزيرة وما كانش حد طايق جيمس خالص ما عدا هنري اللي كان ميت من الضحك، وقعدوا جنب بعض في المركب، ومن اليوم ده بقوا بيست فريندز. وراحوا للي بعده، وكان ساحر شرير جدا وعنده كتاب تعاويذ شريرة، بس طبعا جيمس وهنري ما سابوش الكتاب في حاله وحضروا وحش شرير قضى على الساحر، بس الحمد لله صرفوه. بس خلاص بقوا من غير سيد يقدروا ان هما يتبعوا. واليوم ده جيمس وهنري صداقتهم بقت اقوى بكتير، وده بقى اد صاحبهم التالت واللي اخد معاه الكتاب. ومن هنا المينيونز بقوا يتنقلوا من سيد للتاني ومحدش بيعمر طبعا معاهم. تعالوا اعرفكم بقى على ده اللي ماشيهم وعامل فيها زعيم وبيتعصب على جيمس وهنري وخلاص على اخره منهم، وكله بقى قاعد يتخانق مع بعضه، لحد ما ديك شاف الحاجة اللي هتكون نقطة تحول في فيلمنا. شافوا راجل سرق حاجة وبيجري بحصان وكله بيجري وراه، وافتكروا بقى ان ده هيبقى سيدهم الجديد، وفضلوا يجروا وراه بالحصنة ولحقوه حتى على القطر ما سابوهوش في حاله، حتى والطيارة جاية تاخده وطالع خلاص ما رحموهوش وفضلوا ماسكين في رجله لحد ما كانوا هيوقعوا الطيارة. وخلاص الراجل فلت منهم بأعجوبة. لا ومش بس كده، استولوا كمان على القطر ودخلوا بيه المدينة وقعدوا يخربوا كل حاجة تيجي قصادهم. كل ده طبعا أثناء مطاردة الراجل، لحد ما كانوا خلاص هيخبطوا مكان كده معين بالقطر، بس شدوا فرامل. وفي الوقت ده قابلوا المخرج والمنتج بتاعنا ماكس، اللي كل اللي احنا اصلا شفناه من الاول ده كان فيلم هو عامله، وعلى اعتقاد منه طبعا ان هم بوظوله الفيلم بتاعه. بس المفاجأة كانت وهو بيعرض الفيلم على المستثمرين والفيلم عجبهم، والمينيونز كانوا سبب نجاح الفيلم اصلا. ومستر برايد اللي هو ده طلب منه يجيبهم له، واثناء ما ماكس كان عمال يدور عليهم كانوا هم طبعا عاملين مشاكل والناس كلها بتجري وراهم عاوزة تضربهم، لحد لما ماكس المنقذ اخيرا بيجي ياخدهم. وهم في العربية اتعرف عليهم وعرض عليهم يشتغلوا معاه في الافلام، وطبعا وافقوا وخدهم للمكان اللي بيعملوا فيه الافلام، هنسميه مثلا مدينة الانتاج. وهناك خدوا اول دور ليهم ونجحوا فيه، اللي كان عبارة اصلا عن عركة، ودي طبعا اكتر حاجة هم شاطرين فيها. ومن هنا بتبدأ قصة نجاحهم في هوليوود، وبدأوا كمان يعملوا افلام كتير وغيروا شكل صناعة الانيميشن بشكل احسن، وخدوا كل الاضواء والشهرة والثراء كمان. مين يصدق ان المينيونز في يوم من الايام يبقى عايشين في قصر زي ده، العاب وساونا واخر دلع. وبقوا كمان لما يروحوا اي مكان الناس وراهم عاوزين يتصوروا معاهم، وايه كمان بقوا يلبسوا شيك، وكمان بقى لبسهم الاساسي موضة، واتعمل العاب على اشكالهم كمان، وبقوا يعملوا حفلات ما جاش زيها قبل كده في هوليوود، وخلاص بقوا على قمة العالم. اما جيمس بقى صانع افلام محترف، واخيرا لقى المكان اللي موهبته تتقدر فيه، وكمان بقى يحلم يفوز بالاوسكار، وكل حاجة كانت تمام لحد ما برايت قرر يعمل افلام بصوت مش مجرد افلام انيميشن. ومن هنا بدأوا يفشلوا في كل حاجة، وكل حاجة بدأت تبوظ، ومسيرتهم الفنية خلاص انهارت، وبرايت اتعصب عليهم جدا وطردهم من مدينة الانتاج تماما. وماكس ودعهم وطمن
من جيمس وخلاص مشيوا وراحوا عند القصر، بس لقوا حتى ده خدوه منهم، وفضلوا يجروا من المطر لحد ما لقوا مكان مهجور يقعدوا فيه. وأثناء ما كانوا هم نايمين جيمس كان بيرسم كالعادة لحد ما جات له فكرة عظيمة وهي Minions and Monsters، وراح على طول يصحي هنري. وهنري أول ما شاف الفكرة عجبته جدا، لكن ديك والباقيين ما كانوش عاوزين غير سيد يخدموه. فجيمس وهنري ومعاهم إد راحوا لماكس يوروه فكرة الفيلم، وفعلا عجبته جدا. بس سألهم هل معاكم أي معدات؟ بس للأسف هم ما معهمش أي معدات للشغل، ولا وحش ولا كاميرا ولا طاقم عمل. بس ماكس ساعده وإدى لجيمس كاميرا كانت هدية من باباه علشان يبدأ، وإد طلع بالكتاب واقترح يحضروا هما الوحش منه. نرجع لديك وقابلته اللي في الوقت ده كانوا بيدوروا على سيد يخدموه لحد ما لقوا روبوت فضائي واسمه دورك، وشافوه أجمد حد وهو أصلا كسب العركة بالصدفة. وخلاص بدون أي تفكير بقوا أتباعه من اللحظة دي. نرجع للثلاثي بتاعنا وهو فاكر إنه هيحضر وحش جامد، بس المفاجأة مياو. بس بقول لكم إيه، هو بسكوتاية بس ممكن يعورك، وهنعرف ده قدام. الباشا ده اسمه جومي، وجيمس بدأ يقول له إنه بيعمل فيلم وعاوز وحش، وجومي رحب جدا بالفكرة وقال إنه هو هياخدهم لوحش. ونرجع لإد وقابلته تاني اللي كانوا في بيت دورك اللي بيعرفهم على صاحبه فلويد اللي معاه في السكن. ونرجع للثلاثي تاني وهم بقى في المحيط متوجهين للجزيرة علشان الوحش، وبينقذوا حيوان كده صغير، وفي المقابل بيتعرضوا لهجوم القرش اللي بياكل نص مركبهم. بس جومي تصدى للقرش بصوته المرعب، مش قلتلك بسكوتاية بس ممكن يعورك. واخيرا شافوا الجزيرة من بعيد وبدأوا يتوجهوا لها. في الوقت ده القبيلة ودروك نزلوا الشارع عشان قال ايه يعني يحتلوا العالم، وهو عبيط اصلا. ودروك اتعارك مع طفل وكان كمان عايز يديله بوش شلوت لحد ما جات له القمر دي وقفته. ودي بقى يا سيدي اسمها ديبي من حتة كده انا مش عارفة اقراها. المهم يعني ان الحتة دي بلدة صغيرة، وهي قالت له كده علشان يعني ايه تحسسه يعني ان هو مش وحيد وكده، علشان مش في مدينة كبيرة. قصدي يعني ان هما الاتنين مش جايين من مدينة كبيرة، فهي يعني حاسة بيه. وقعدت بقى تقول له هل انت مؤمن بحقوق المرأة والمساواة وكده، وطبعا هو قاعد يطبل لها علشان شكله كده معجب بيها. المهم انها راحت تكمل المظاهرة بتاعت حقوق المرأة دي، والمعلم يسكت لا طبعا ده مشي وراهم، وطبعا المينيونز ماشيين وراه يعني معروف. ونرجع للثلاثي بتاعنا ومعاهم جومي، واخيرا وصلوا للجزيرة اللي شبه القطب الجنوبي دي، ودخلوا وجومي حرر الوحشين هوارد وفيليبس اللي كانوا اصلا عايزين ياكلوا الثلاثي بتاعنا. بس جومي قال لهم لا احنا هنساعدهم في الفيلم بتاعهم. لا ومش كده وبس، ده غمز لهم. والله يا عزيزي المشاهد الغمزة دي مش مريحاني. وهنري ما كانش مرتاح لهم وحذر جيمس، بس هو ما صدقوش. ليه بقى؟ عشان مغفل كبير كبير. المهم خلصوا الحوار ده وخلاص راجعين، والمعلمين التانيين بقى في العسل مع دروك وحبيبته طبعا، وعايشين ايه بقى احلى قصة حب في البدايات، وما ادراك ما البدايات. نرجع للثلاثي والوحوش. اخيرا وصلوا المكان اللي هيعملوا فيه الفيلم، وهم بقى قاعدين يظبطوا التفاصيل والحكايات وبيتكلموا. الوحوش وقعوا بلسانهم وظهرت نواياهم الخبيثة. فجومي استأذن وخدهم بره علشان يرسيهم بقى على ايه؟ انهم يخدعوهم لحد ما يحضروا ايرين اكلة العوامل ويدمروا كل حاجة. بس هنري سمعهم وملحقش يحذر جيمس، وقعدوا يجروا وراه وفي الاخر مسكوه. وبعدها اقنعوا جيمس يحضروا وحش ايرين واقتنع المغفل. وبالفعل بدأوا يجهزوا كل حاجة للفيلم. وجومي رايح يقول لجيمس ان هنري قال انه هيتطوع لدور الضحية الاولى قدام الوحش، وطبعا هم عاملين كده اصلا علشان يتخلصوا من هنري. وخلاص بدأوا الفيلم، وجومي وقف على المنصة وبدأ يحضر ايرين، وهم خلاص بيصوروا بالفعل. وحضرت ايرين ونزلت من السماء نزلة سينمائية بحتة، توقعتها تيجي من تحت بس هي جت من فوق فقشطة يعني. انما هنري بقى فهو بيحاول يهرب، وهرب فعلا وشال القماشة من على بقه وقعد يحذر جيمس. واخيرا جيمس لاحظ وطلب من جومي يوقف، بس طبعا ده مش هيحصل يعني على مين. وايرين خرجت من السور وطلعت تاكل كل حاجة قدامها، والمعلمين التانيين قاعدين يحبوا في بعض مش ملاحظين اي حاجة. الروبوت ارتبط يا جماعة
جماعة احنا لسه قاعدين سناجل. تمام قوي تمام قوي. المهم كانوا قاعدين لحد ما لاحظوا الكارثة اللي بتحصل، وعلى طول الروبوت حاول يتحرك لبيته، والمينيونز ديك امرهم يساعدوا هنري، فجزء منهم راح ورا الروبوت والجزء التاني راح يساعد هنري. وفي الوقت ده هنري كان عمال يجري ويهرب لحد ما ايرين مسكته، وهي مسكاه كده. في الوقت ده وصل جيمس، بس هنري كان خلاص بيتبلع. جيمس لما شاف المنظر ده بدون تردد راح داخل بالعربية في ايرين، وقعد جوه يدور على هنري لحد ما اخيرا لقاه فجأة كده على ازاز العربية. اما الباقيين بقى كانوا بيحاولوا يتصدوا لايرين بالمدافع، وعملوا جواها كده فجوة كبيرة جدا. بس وهي بتستعيد بقى الحاجات الاشلاء اللي طلعت منها دي، قدر ان هو من خلالها يطلع جيمس وهنري اخيرا. وايرين استجمعت نفسها وحاولت تروح عليهم، وكانت خلاص هتاكلهم. بس في الوقت ده ظهر الروبوت والمراكب الفضائية وشغل عالي، وبدأت تحارب ايرين وتدمر فيها حتة حتة. وفجأة اتحدوا كلهم وضربوا عليها اشعاع ودمروها تماما، خلاص بقت فتافيت كده صغيرة. وهوليوود كلها طبعا اتدمرت. وفي الوقت ده جيمس وهنري مسكوا الكتاب وبدأوا يقولوا التعويذ اللي هترجع الوحوش تاني، وخلاص تم انقاذ الارض في اليوم ده، وقعدوا يحتفلوا. والمفاجأة بقى ان اد ما وقفش تصوير كل ده، وبعد شهور من الشغل اخيرا جيمس حقق حلمه وعمل فيلمه اخيرا، واتعرض قصاد كل الجماهير دي اللي كلهم فرحوا وقعدوا يحيوه كتير. واخيرا جيمس قدر يحصل على الاوسكار، وكلهم فرحوا جدا، وكانت السعادة ما تتوصف. وبالرغم من كل حاجة وان الموضوع خد وقت طويل وحوارات ومشاكل، بس قدروا ان هم في الاخر ينتصروا بوقوفهم جنب بعض وعدم تخليهم ابدا عن بعض مهما كانوا قد ايه هم مختلفين، بس دايما في ظهر بعض برغم اختلافهم، وما لهمش غير بعض كده كده. ده زي ما المرشدة كانت عمالة تحكي طول القصة. وبكده يكون انتهى فيلمنا النهاردة Minions and Monsters. لو عجبكم الملخص بتاعي فما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان تشوفوا كل ملخص جديد. باي.